زي ما قريت في عنوان الفيديو كده، فانا هقول لك ازاي تجيب موتوسيكل وانت ما عندكش فلوس. طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي اكيد شعب وسخ، زباله، شويه زباله. عشنا بدول اجنبيه. ده هنا شويه بهايم، هنا شعب بهايم والله. الموضوع بقى صعب، لان مقارنه بالتضخم اللي بيحصل كل فتره، وخصوصا خلال السنه او السنتين الاخر دول، المرتبات بتاعتنا تقريبا ما زادتش او يعتبر هي. انت لو شاب كده وبتقبض 2000 3 4000 جنيه، فانت هتجيب موتوسيكل ازاي والحاجه بتزيد ومرتبك ثابت؟ وخليني كده افكر معاك بصوت عالي واقول لك الافكار اللي بتيجي في دماغك، ونتكلم عليهم واحده واحده، وايه المناسب في الفتره الحاليه وايه المش مناسب، وتقدر تعمل ايه عشان نلاقي حل وسط يعني ما يزنقكش وبرضه تلاقي الدنيا ماشيه معاك تمام. اول فكره هتيجي في بال اي حد وهي تقسيط الموتوسيكل من اي معرض موتوسيكلات في المحافظه بتاعتك. طبعا في دلوقتي معارض كتير بسبب برضه الظروف اللي احنا فيها دي بدات تقسط الموتوسيكلات. طبعا هي فكره حلوه بس مش مناسبه لكل الناس، ممكن تكون مناسبه مع واحد ظروفه سامح له، مثلا عنده بيقبض مرتب كويس فهياخد جزء من المرتب دوت يحطه كمقدمه ويقسط عادي بمزاجه. طبعا الفكره دي مش مناسبه مع كل الناس ليه؟ لكذا سبب. اولهم ان حاليا بسبب التضخم اللي احنا فيه واللي هو عمال يزيد، المعارض بدات تزود الفوائد بتاعتها من 12 و14% بقت تخليها 30 و35%. كل ده عشان صاحب المعرض ملاحظ التغير اللي حصل في السنه الاخيره دي، فصاحب المعرض هيقول لك انا لو حد اشترى عندي موتوسيكل وقسطه على سنتين انا كده هخسر. ليه؟ لان هو مش ضامن كمان سنتين الدولار هيوصل بكام، كمان سنتين سعر الموتوسيكل ده هيوصل لكام. فصاحب المعرض عشان يتغاضى المشكله دي بدا يحط فوائد كتير جدا عشان يضمن مكسبه. تاني حاجه ودي برضو مشكله كبيره، ان صاحب المعرض مش بيكتفي بس بالنسبه الكبيره اللي هو بيضيفها، لا كمان بيحط لك مقدمه كبيره. يقول لك مثلا انت هتدفع نص المبلغ وبعد كده هتقسط بالفايده زي ما انا قلت لك ب 30 و35. فمين معلش يعني بيقبض 3 4000 جنيه هيجيب نص المبلغ ده؟ وخليني كده انزل بسقف طموحاتك شويه واقول لك اركن توقعاتك عن الحته الياباني اللي انت عايز تركبها دي، لان زي ما قلت لك احنا بنبدا الموضوع من الصفر. هتوصل للياباني، هتوصل للياباني يا سيدي وهتركب ياباني وربنا يكرمك، يعني هتركنها شويه بس خليها في دماغك، لو انت حطيت الخطوات ديت هتعملها وهتوصل ان شاء الله للموتوسيكل اللي انت عاوزه. نقطه تانية برضو عايزين نتكلم فيها، ان انت ما تفكرش تشتري جديد. انت لو اشتريت جديد دلوقتي هتلاقي الموضوع هيبقى بتصعبه على نفسك، لان اقل حاجه جديده دلوقتي هتلاقيها مثلا في حدود 40,000 جنيه وانت طالع. فانت اهدى على الدنيا شويه كده في الموضوع الجديد ده، وهنجيب حاجه مستعمل. طيب هنجيب حاجه مستعمل ازاي؟ وهنيجي هنا للحل اللي انا شايفه مناسب وده انسب حل. لو انت عندك اختلاف او وجهه نظر تانية يا ريت تقول لي، لو انت عندك حل تاني غير اللي انا هقوله دلوقتي ده يا ريت تحطه في الكومنت الناس تستفيد منه. الحل هو انك تعمل جمعيه. الجديد الناس كلها بتعمل جمعيات. بص يا سيدي، انت دلوقتي لو ربنا كرمك وعندك شغلك الاساسي هتظبط امورك كده وتعمل اكنك عامل دراسه جدوى وداخل هتحط فلوسك ديت في مشروع، وتعمل كالاتي: ظبط المواصلات بتاعتك. المواصلات انا بصرف كذا وكذا، الاكل الشرب كل الكلام دوت هتكتبه. تحاول بقى تقلل الحاجات من ملهاش لازمه، بدل ما تخرج كل يوم وتقعد على القهوه وتدفع مثلا جزء من فلوسك دي، لا قليها. بدل ما تشرب سجاير كتير قلل الموضوع ده. كل الموضوع ده هيوفر معاك فلوس. دي اول نقطه. تاني نقطه، الجزء اللي انت هتوفره ده ادخل بيه جمعيه. انا لما ادخل جمعيه خلال كام شهر هتقبض الجمعيه، هتحط فلوس الجمعيه دي في موتوسيكل. طبعا احنا قلنا مش موتوسيكل جديد، هتجيب موتوسيكل يعني موديل قديم شويه، يعني 3 سنين ورا، 2020 2021 اخرك، في حالات نظيفه. وفي الحاله دي لما ربنا يكرمك تعمل ايه؟ لو انت عندك شغلك الثابت هتبقى الصبح في شغلك، وموتوسيكلك ده هتشغله مع حد انت ضامنه، تشغله بقى في اندرايف، في طلبات، في مرسول، في اي حاجه كده. صاحبك ده طلع له جزء من الفلوس، وانت بدل ما تركن الموتوسيكل في الموتوسيكل دوت انت مشغله، وكمان بتصرف عندك فلوس الصيانات بتاعته، فلوس بنزين وفلوس كل حاجه، فانت مش شاغل دماغك بالموتوسيكل. بعد ما تخلص شغلك تعال على نفسك شويه واشتغل انت كمان بالموتوسيكل في نفس الحاجه، سواء طلبات او مرسول او ايا كان، وبالتالي فانت كده بتزود دخلك. لو انت واحد بتدرس فانت بعد الجامعه بتاعتك، او لو انت ما عندكش شغل اوريدي، فانت دلوقتي بقى في ايدك حاجه تقدر تجيب منها فلوس. فكل اللي في ايدك اللي انت تعمله دلوقتي اللي انت تقدم في اي شركه من الشركات اللي احنا قلنا عليها دي وتعمل مبلغ كويس. المبلغ دوت هتبدا تجمعه، ما تصرفش، خليك في الحاله اللي انت فيها ديت. يعني مش هنقول عليها حل التقشف قد ما اللي انت ماسك ايدك عن الحاجات اللي انت كنت بترفه بيها عن نفسك شويه. لا نمسك ايدينا شويه عشان بعد سنه الموتوسيكل ده تجيب موديل احسن. وديت انا اعرف اغلب الناس، ودي حوالي 90% من الناس
اللي في مصر بيعملوا الموضوع ده. انا شخصيا عملت الموضوع ده، ما كانش معايا اي حاجه غير فلوس الجمعيه، جبت من فلوس الجمعيه سكوتر، شغلت السكوتر، الفلوس اللي كانت بتيجي من الشغل بتاع السكوتر ده، طبعا انا الحمد لله عشان شغال الصبح كنت بشغل السكوتر في الوقت اللي انا مش بستخدمه فيه، فبعد كده الفلوس اللي كانت بتيجي من السكوتر كنت بحوشها على جنب، وفي نفس الوقت كنت عامل جمعيه، فمن هنا على هنا، فمن الفلوس اللي بتطلع على السكوتر على فلوس الجمعيه جبت موتوسيكل ياباني. في الوقت اللي انا جبت فيه الموتوسيكل الياباني كان الاسعار مش زي دلوقتي، يعني الاسعار دلوقتي بقت الدبل والتريبل، بس هي كلها نفس الفكره. عارف اللي هو بيقول لك كل الطرق تؤدي الى روما، هي كلها نفس الفكره، وكل الناس تقريبا بتتبع نفس الموضوع ده. فانت متخيل انا بفكره واحده من سكوتر، من تمن سكوتر جبت موتوسيكل ياباني. يعني انا لو ما كانش في دماغي ان انا اجيب موتوسيكل ياباني كنت ممكن اجيب موتوسيكل واثنين وثلاثه واشغلهم. هي بس عايزه اصرار وشويه صبر، وانا مش بقول لك الموضوع من خبطه كده هيجي، لا انت بس محتاج اراده شويه وتحط الموضوع في دماغك وهتعمله. طبعا زي ما قلت لكم، انت لو عندك اي فكره تانية او اي طريقه تانية تقدر تساعد بيها اخواتك اللي هم يجيبوا موتوسيكل، حط لنا في الكومنت الطريقه اللي انت عملتها عشان تجيب موتوسيكل. واحنا اصلا كنا عاملين سلسله هتخش هتلاقيها في القناه، كل الناس حكت تجربتها ازاي جابوا موتوسيكل وموضوع الموتوسيكلات بدأ معاه ازاي، ادخل اتفرج عليها هتستفاد جدا بالموضوع ده. كان معاكم رمزي ابو زيد من باد بويز، اشوفكم في فيديو الاسبوع الجاي ان شاء الله.